الملوح والفحسه اللي بتنزل لك وهي بتبربك كده، انت لو شميت ريحتها هتاخدها في حضنك. والمخمود والمضغوط والزروبيان والمندي وكل الاكلات دي جات لنا من باب اليمن لغايه عندنا في مصر. انا قلت ادخل اشوف ايه الملوح دوت، لقيت الحاج عبد العزيز واقف ماسك حته عجينه عمال يخبطها يمين وشمال ويطير فوق في السقف وتنزل يلحقها تاني. هو ده الشغل اليمني. عبد العزيز ده مسميينه ابو تريكه اليمن. اوعى الله بقى يا عبد العزيز، ربنا ستر. خلاص يا عبد العزيز بقى، انا جوعت يا عبد العزيز عايز اكل. وقام يا باشا واخد شويه سمسم على شويه حبه البركه، هوبا قام مدخلها جوه. لا يا ابو تريكه، ابو تريكه فعلا. تعالى بقى يا باشا شوف المندي الاصلي. بسم الله الله اكبر. المندي اليمني على ابوه. اوه ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه الجمال ده؟ شايفين لون الفرخه عامل ازاي؟ مولعه. بص يا باشا، على طول. بص بقى هنا الدماغ هنا صغنطوطه. افتح يا باشا، الله اكبر عليك. هو لسانه عامل كده ليه؟ كان رغاي تقريبا مش جدي ده، فراخ دايبه يا باشا. لا يا جماعه. النهارده بقى جايب لكم الاكل اليمني اللي على اصوله. السلام عليكم. بقى بقى. يا اهلا وسهلا. صح بقول صح؟ يا اهلا وسهلا. اسمك ايه؟ حسين معاك. حبيبي عم حسين. يا اهلا وسهلا، شرفنا. ايه الحلاوه دي؟ حابب تشرب ايه ده؟ ده خروب؟ ويلكم درينك. ده ايه ده؟ ده كركديه. أيوة. صوبيا. تانك. برتقال. تمر هندي. تمر هندي. الشاي الاحمر والقهوه العربي. طب بقول لك ايه، احنا نقضيها صوبيا نشوف الصوبيا يمني ولا مصري؟ يمني. يمني يمني؟ يمني. ماشي. صوبيا ولا انا؟ صوبيا يا باشا. مش انت عندكم مندي؟ موجود. ما لازم الصوبيا عشان نسيح الاول. ماشي. بسم الله. جميل. ايه ده؟ جوز هند ولبن. جوز هند ولبن. الشعب اليمني كريم جدا يا جماعه. تعال نشوف بقى اللحوم بقى والحاجات الباقيه. ايه ده؟ ده باب اليمن بقى ده. باب صنعاء. باب اليمن. ده باب اليمن. ده التراث بتاعنا يعني في صنعاء. نفس الديكور بالظبط وكل حاجه. الباب ده بيفتح؟ لا يا باشا. ما بيفتحش؟ ماشي. اسمك ايه؟ ليان. وانتي ليان برضو؟ امال اسمك ايه؟ لين. بتحبوا الاكل اليمني؟ يعني عجبكم؟ والاكل ممتاز 100% ما شاء الله، وحنجيكم على طول باذن الله. اللحم المضغوط ده اللي هو في وسط الرز، والتوابل بتاعته كانت ممتازه جدا. يعني اللحم نفسه كان يعني مستوي كويس وجوسي كده من بعض. اول تجربه له كانت كويسه جدا بصراحه. الخدمه والاستقبال كان حلو جدا، والاكل جدا رائع كان. يعني كل حاجه في باب اليمن زي الفل. أكيد. مفيش اي تعليق سلبي؟ اليمن سعيد يعني. انا اول مره صراحه اكل في مطعم يمني. تمام. انا جيت وقلت له ايه عندك، انا عايز لحمه دايبه وكل تمام، راح جاي لي قال لي المخمود كرر ان شاء الله. انا عارف ان المطبخ جميل، بس احنا النهارده قلنا هنجرب حاجه جديده، فقلنا الاخ هات لنا كل الحاجات اللي احنا مش عارفينها. تمام. بالنسبه لنا دي ثقافه الاكل، دي ثقافه جميله. طبعا أنا بحب طبعا الكلام ده. طبعا. ده بقى يا باشا التميس، ودوت طبق الفول. الفول يا حاج عمنا ده مطحون؟ الفول مطحون. والجره بتاعته اهي. العجله بتاعته. ده بيقعد كم ساعه يا حبيبي؟ من 4 إلى 5 ساعات. نقول بسم الله بقى يا باشا، ندوق التميس بالفول اللي هو بيستوي 5 ساعات على الحطب. بسم الله. زبده بقى، ايه رايك؟ تحفه. ده فعلا يتقال عليه زبده. ده شطه. ده ايه بقى؟ ده شطه حاميه، دي شطه خفيفه. يعني الاخضر دي شطه حاميه شويه. ايوه الخط ده شطه حاميه شويه. ماشي. نعمل كده ايه، ميكس شويه. ممكن ميكس وزيت زيتون بقى طب وعهد الله عالمي. تحفه. نطلع بقى على الترابيزه نشوف المندي. ايوه. والزربيان والمخمود. ونروح اليمن بجد بقى ان شاء الله. ده بقى يا باشا العيش الملوح اللي هو مشهور في اليمن، وجاي لي يا باشا سخن ومولع، وناكل بقى بيه الفحسه يا باشا. ندب كده بسم الله، فيها قطع لحمه وفلفل وبسم الله. انا كده سافرت صنعاء خلاص. انا رحت صنعاء. ايه ده؟ دي حلبه؟ الحلبه بتتحط على ده وتبقى خرافه. يعني احط حلبه عليها؟ ايوه. تعالى يا باشا نشوف الحلبه. حط شويه حلبه ايوه كده. معلقه كويسه كده. بلاش كمان. كمان كمان كده ايوه. طيب. وقلب بقى. قلب بقى. الله. كل بقى. ريحتها حلوه قوي. ونقول بسم الله. الفحسه دي اكله مشهوره عندهم كده زي الملوخيه عندنا، واللحمه فيها بتدوب مولعه. الحلبه بصراحه اديتها طعم اقوى كمان.
انا مش هدوس فيها قوي عشان لسه قدامي ليله. شوف بقى اللي بعده يا باشا، اللفه دي فيها حاجه اسمها مخمود. ايه بقى المخمود ده؟ هي عباره عن لحمه مستويه على مرحلتين. اول مرحله بتبقى في السلوفان، والمرحله الثانيه على الفحم. بسم الله ما شاء الله. شايفين الشكل عامل ازاي؟ هوب هوب. اوه اللحمه مش مستحمله. لا 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 جامده قوي. ايه ده؟ باب اليمن في التجمع الخامس عامل شغل عالمي. كلمهم يا باشا على 15 5 4 6 وقول لهم احنا عايزين المخمد ده. اسمه ايه؟ مخمود. احنا عايزين مخمود. هو يا باشا عندهم سمك كمان. السمك ده اسمه ديرك. ناكله على طول كده يا باشا. بسم الله. تتبيلته خطيره. بس معلش بقى السمك ده احنا قدام المندي. قبل بقى ما نخش على المندي بقى عايزين نخش على الطرب. بص الطرب هنا عندهم عامل ازاي؟ مش زي عندنا في مصر اللي هو بيبقى مدور، لا هنا مبطط شويه. ونقول بسم الله. دسمه حلو جدا. ضاني. احنا هنجيب يا باشا حته من الملوح كده على حته الطرب كده وفي قلب الحلبه. انا طبعا بعمل حاجات غريبه بس بنجرب. انا مش باكل يا جماعه، ده انا بحارب. شوف كده الفرخه الشوايه دي بتقول ايه. نضرب كده بقى يا باشا الدبوس. محدش بقى لاقي الفراخ دلوقتي، ده انا هاكلها بعضمها. تعالى يا باشا بقى نشوف الزريبيان ده بيقول ايه. الرز هنا فيه 4 الوان، ابيض واصفر واورنج واللون البني ده. نعمل كده ميكس يا باشا. بسم الله. البهارات الجامده دي. انا عايز اعرف ايه حته اللحمه دي. اوه شايف الريش عامل ازاي؟ جدي صغير خالص. احنا بقى يا باشا ايه، ناخد حته لحمه ومدام يمني بقى بايدينا عادي شغال. بسم الله. الرز ده بهاراته قريبه من البرياني شويه، عشان كده عجبني قوي. ناخد يا باشا صباع الكفته كده نسلك بيه. الشيفات هنا جامده قوي. بعد العظمه دي كلها بقى جبت لكم صاحب المحل الحاج عبد المنعم. جاب لنا باب اليمن لغايه عندنا هنا في مصر في التجمع الخامس، وقال لي تعالى يا عمرو هسفرك في 5 دقايق بس لغايه اليمن، وفعلا سفرني اليمن. ازيك يا حاج عبد المنعم؟ الله يخليك. ازيك يا عم؟ منور الدنيا والله. الله يخليك. ايه الحلاوه دي؟ الله يخليك. انت حضرتك جايب شيفات عالميه. اكيد طبعا. المندي ده بقى يا جماعه ده المندي الاصلي. ده المندي الاصلي بتاع اليمن. صح كده؟ اكيد طبعا. ده المندي مش اي مندي. مندي عن مندي يفرق. المندي بتاعنا الجديان دول اكثر واحد عمره 4 شهور. بيبقى 4 شهور. وده بيبقى النوع اللي بيعيش في الجبال وبياكل من الاعشاب الجبليه، ما هوش التربيه دي ولا حاجه. انت حضرتك بتنقيه يعني. بنقيه عشان ما يبقاش فيه دهن. انت لو لاحظت كله ما في الدهن مش موجود فيه. لحمه صافيه كده ودايبه. دو يا عمرو. دايبه. دول بالهنا والشفاء. الله اكبر. حاجه كده بالهنا والشفاء. كل لحم فعلا زي ما الحاج عمنا بيقول. لا حاجه دوق كده بالهنا والشفاء. وانت اكيد دقت قبل كده مندي كتير. انا اكلت مندي كتير. بس ده المندي حاجه مش عشان بتاعنا. لا ومش بالتتبيله دي بصراحه. مش بالتتبيله دي ولا باللون ده. لا ده خبره. احنا بنجيب ناس معلمين بقى لهم الواحد اقل واحد بيشتغل في المندي 10 سنين. اقل واحد بقى له 10 سنين بيشتغل في المندي. عنده خبره ما شاء الله. عنده خبره طبعا بيطلع حاجه. احنا عنواننا فين بالظبط يا حاج عمنا في التجمع؟ احنا عنواننا التجمع الخامس، شارع حي البنوك، مول 122. واحنا الدليفري بيوصل لكل مكان. بيوصل التجمع كلها، بيوصل الرحاب، بيوصل مدينتي، بيوصل مدينه نصر، بيوصل مسجد اي مكان صعب. حلو. احنا بنفتح من الصبح، من الساعه حوالي الساعه 8 الصبح. 8 الصبح فطار لغايه الساعه 12 فطار. ده معانا الملوح، معانا التميز. الملوح ده جامد. ايوه معانا الفول طبعا. الفول اللي بالجره ده حاجه. التميز والمطبق ده بيبقى فطار. وفي بالاضافه طبعا الكبده واللحم الصغار والمقلقل والبيض الشكشوكه الحاجات دي في الفطار. دي الفطار دي كلها. الغدا بقى مندي، مشويات، كل اللحوم والمشويات والسلته. الحاجه الطبق اليمني ده دي جباره. دي فعلا بتعملوها عندكم زي الملوخيه كده عندنا. ايوه دي حاجه اساسيه. بتبقى اساسيه. كل سنه والشعب المصري والعربي بخير. حضرتك طيب. ورمضان كريم يعيدوا علينا بالخير والبركه يا رب. احنا طبعا جاهزين في رمضان باذن الله تعالى، في وجبات رمضانيه. تمام. وفي الافطار العادي. تمام. بيبقى طبعا عباره عن شربات واكل. في وجبات يابانيه هتعمل بالمقبلات. تمام. بالاضافه للاطباق دي كلها موجوده. تمام. ده في الفطار. بعد كده احنا في السحور طبعا. السحور بقى يبقى ايه بقى؟ هو يبقى تقيل زي ده كده؟ والله ما بيبقاش هو في الغالب تقيل. بيبقى تقريبا نفس الفطار.
تمام. نفس الفطار العادي اللي هو اللي هو في العادي الصبح. لو قلنا حد الصبح. عايز يتسحر تقيل كده زي حالاتي مثلا ممكن، لا هيلاقي 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 مثلا يعني بيجي- كله متاح. مو كله متاح. لو عاوز ياكل لحمه برضه موجود لحمه، عاوز فراخ موجود فراخ. عشان الاكل يكمل لازم الشاي. لازم الشاي، مش اي شاي، لازم الشاي العدني ده. عباره عن طبعا شاي بيبقى بيتغلي بالبراد ده، تمام. الشاي العادي، وبيتحط له بعد كده في حليب اللي هو حليب المبخر ده، بيبقى حليب سايل. بالظبط. وبيتحط عليه بهارات، اللي هي بهارات عباره عن حبهان وجوز الطيب. وبيتحط عليه زعفران، يعني بهارات هو خاصه. شبه الكرك. ايوه هو كرك، هو كرك. انا بشرب السكر زياده ولا لا؟ خد اللي انت عاوزه عادي يعني. ده هو برضه سكر زياده تمام. وعلى السكر غالي اليومين دول. انا خدت 2 بس، انا خدت 2 بس. خد واحده، خد واحده. ده فعلا بعد المندي ده يعمل شغل. لا بعد المندي ده بيشيل كل الدهون اللي بيسيح. انا حاج عم نعيم مبسوط ان انا كنت مع حضرتك النهارده، ومبسوط على الضيافه الجميله دي. الله يخليك. والاكل ما شاء الله بصراحه تحفه. انا كنت خايف شويه من الاكل اليمني. لا بالعكس، بس الحمد لله مش مختلف قوي يعني عن المصريين. لا هو المطبخ العربي تقريبا كله متشابه، بس في احنا بنحب الحاجه الزياده اللي فينا ايه البهارات دي، بيبقى الاكل سبايسي شويه. في اللي هي اللحمه عجبتني قوي اللي هي كانت على الفحم دي، اسمها محمود. المخمود تحفه. هذه حكايه طريه جدا كده يا حاج عم منعم. انا جوعت تاني. انا جوعت تاني. لا هم بصراحه اخواننا المصريين بيجوا هنا عاوزين ايه مندي بس. يقول لك انا عاوزين مندي. خلاص اتفضلوا معانا مندي. ما هو بيشوفوا المندي بعد كده احنا بنجيب له الحاجه الثانيه دي بيبقوا خلاص بيطلبوا الحاجات دي، وبالاضافه للمندي طبعا. عمرو انت المتابعين بتاعك ليهم معامله خاصه. الله يخليك يا حاج عم منعم، ده العشم والله. في الان وفي رمضان احنا زي ما قلنا رمضان لينا طبعا. احنا في الاول رمضان ده هيبقى جوه هنا. تمام. طبعا حسب الحجز. خلص الحجز هنا جوه، وفوق تشرفونا بره. احنا هنفرش بره ده مكان مرتب وكويس ونظيف كل حاجه في التجمع. وفرعنا الثاني اللي هو في الدقي. ده اول فرع يا حاج عم منعم. اول فرع في الدقي. اول فرع في الدقي. انا ما بكلمش على حاجه مهمه، الحلو ان في معانا انا شفت الثلاجات، بس انا لما انا اكلت لا في حلو برضه معانا. في معانا كنافه، في معانا معصوب، في معانا عريكه. حاجه دي حلويات يمنيه خرافه. سهلا بيكم. الله يخليك. الله يخليك. كل سنه وانت طيب. وانتم طيبين. كل اهلك طيبين يا رب. امين يا رب واياكم ان شاء الله. وشعب مصر والشعب اليمني والشعب العربي كله بألف خير.